اخواتي، المباراه تنتهي بين الاهلي وحرس الحدود بنتيجه 3-2. طب ايه بقى الاداء السيء اللي احنا شايفينه من النادي الاهلي ده؟ انا بالنسبه لي الاداء مش عاجبني. اه بنكسب وده المهم، انا عارف ان ده المهم في الفتره الحاليه اللي احنا نكسب، مش مهم الاداء. بس انت داخل الماتش الجاي على ماتش الزمالك، فمباراه صعبه. هتقول لي بقى اللعيبه مركزه مركزه في ماتش القمه اكتر، ومش مركزين في ماتش حرس الحدود. هقول لك يا ريت يبقى ده اللي بيحصل، عشان مش انا مش عايز اتفاجئ تاني بصدمه جديده وتعثر قدام الزمالك ويبقى خساره او تعادل. فبالنسبه لي لا محاله عن الفوز في ماتش الزمالك. فانا بالنسبه لي اللعيبه كان في لعيبه جامده، بس في لعيبه برضو ما عملتش اللي عليها. يعني ياسر ابراهيم، مروان عطيه، ياسين مرعي، الشحات، جراديشار، اللعيبه دي كانت حلوه، كانت باينه في ارض الملعب. انما باقي اللعيبه لا، كانوا عاديين خالص. باقي اللعيبه كلها كانوا عاديين، واحمد عبد القادر لما نزل عمل شغل جامد قوي. انما كل اللعيبه اللي انا ما قلتش اساميها كانت لعيبه عاديه خالص النهارده. فبالنسبه لي اداء سيء قوي. والجونين اللي دخلوا، جون الثاني مع عدم رقابه، الجون الاول انا اول مره اشوف في حياتي محمد هاني. انت لاعب دولي، انت اللي بره على الخط واللاعب والمهاجم هو اللي جوه، فدي حاجه غلط برضو بتدينك. انا ما اعرفش ازاي انت لاعب دولي. و فلا انا شايف ان الدفاع كان جامد، اللعيبه كانت حلوه، بس تحس ان هم مش منسجمين مع بعض، لان انت عمال تغير ما بينهم. وشوبير كان سيء جدا. شوبير راح عليه 3 فرص دخل منهم 2. فلا انا بالنسبه لي اداء الاهلي النهارده ما كانش احسن حاجه. اتمنى الاداء ده يتغير في مباراه الزمالك، عشان مش ناقصين كوارث تانية. وسلام.